لو انت ناوي تشتري كتب الفترة الجاية فلازم تسمع الفيديو ده للآخر، لأن الفيديو ده هيفيدك لو انت هتشتري كتب اونلاين. يلا بينا نشوف في الفيديو ده هنقول ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده انا جاي نعمل انبوكسنج على كتب انا كنت شاريها اونلاين، وانا جاي بس اديكم نصيحة بحوار انك لو هتشتري حاجة اونلاين فلازم تاخد بالك من كذا نقطة كده. فاكيد يعني النقط دي هتفيدك وانت بتشتري اي كتب. اولا هتلاقي في اعلانات شغاله على الفيسبوك اليومين دول، دايما كل واحد يقول لك ده الكتاب ب 40 جنيه، وعاملين على الخمس كتب عرض الخمس كتب ب 200 وعليهم كتابين هديه والشغل ده. ولازم تاخد بالك من النقط دي لان النقط دي هتفيدك. اولا الكتب دي بيبقى يعتبر متفبركه وفيها حاجات كده يعني غلطات كده صغيره. من ضمن الكتب يعني اللي لقيت حسيتها اللي انا اتلسعت فيها زياده عن اللزوم كتاب المجريات. الكتاب ده انا شفته يعني فيديو احمد ابو زيد كان بيتكلم فيه. الكتاب ده كنت شايفه قد كده، يعني قد بتاع 3 4 كتب من دول في بعض كده، انت فاهم؟ كنت شايفه بنفس الحجم ده، وكان الكتاب كبير شويه. من ضمن الحاجات اللي بتلاقيها يعني وحشه في الاعلانات بتاع الفيسبوك وكده، واي اعلان بيظهر لك بتلاقي الكتب يعني انت شايف الحجم بتاع الكلام كلته صغير، يعني بتلاقي ممكن تكون صفحتين او كده، ممكن تلاقيهم حاطهم لك في صفحه. هو الكتاب حلو وكل حاجة، ولكن ده يعني بالنسبة للناس ممكن تتعب في القراءة فيه. فده من ضمن يعني الخطأ اللي انا قابلته في اول الكتاب، او يعتبر اول ما شفت اول كتاب. ولكن الخامات بتبقى حلوة، ما اكدبش عليك، الخامات بتبقى حلوة بالنسبة للسعر. يعني انت كتاب زي ده الاصل منه، كتاب المجرات ده الاصل منه، او اللي يعتبر الاصدار الجديد او الاحسن، بتلاقي اصلا عامل 200 وايه، انت فاهم؟ او ممكن يعدي كمان. وكتاب لانك الله، الكتاب ده يعني بسم الله ما شاء الله، يعني انا حبيت اجيبه وناوي اقراه، بس دلوقتي انا مش فاضي لان في كتب تانية بقراها، مش عاوز اشتت نفسي. فانا قلت يعني ايه لازم اوريكم الكتاب ده، اعمل انبوكسنج الكتب كده عشان اوريك الكتب. والكتاب ده يعني انا شفته قبل كده من سنة، وكنت حابب يعني اقراه وحابب يعني اوريه لكم وكده. هو اول مرة افتحه الصراحة واشوفه، بس هو كده شكله يعني ايه، يعني كتاب كويس. يعني هو كتاب بيقول لأنك الله رحلتي إلى السماء السبع. يعني هو كان بيتكلم يعني على حاجات كويسة عشان يعرفك يعني إيه على على ربنا أكتر يعني. وكتاب المجرات دي يعني بيتكلم على حاجات كويسة جدا، وهو إنك ما تشغلش دماغك بالعالم اللي حواليك. حاول على قد ما تقدر تشغل دماغك بنفسك فقط، ما تحاولش تشغل دماغك بالعالم اللي حواليك. تاني كتاب احنا بس هنخلي ده تحت الأول. تالت كتاب حابب اتكلم عليه، لانك رحلتي من الشك الى اليقين، او رحلتي من الشك الى الايمان. فالكتاب ده للدكتور مصطفى محمود، وهو كان يعني بيتكلم في ازاي ترتب حالك او كده. فمش عارف برضه، انا ما قراتهوش، فان شاء الله اما نقراه بقى نبقى نحاول على قد ما نقدر نتكلم فيه في فيديوهات. ولو حابين يعني نتكلم في فيديو على حاجة معينة من الكتب دي نبقى نتكلم عليها. يا ريت يعني لو لقيتوا كتاب انتوا حابين تسمعوا عنه او نلخصوه بكتبه في كومنت عشان برضه ايه نتكلم عنه يعني. فهو كان بيتكلم عن الحاجات دي، مش عارف بقى تاجلي بسبب ان هو كان طالع الفضاء وكده، فاتكلم عن الكتاب ده رحلته من الشك الى الايمان، ده بسبب ان هو طلع الفضاء وشاف حاجات يعني في الفضاء احنا ما نعرفوش عنها. دول كتب يعتبر دينية وكتب تطوير ذات وكده، ولكن الكتابين دول بيتكلموا عن الوقت وإدارة الوقت بشكل كويس جدا. يعني الكتاب اللي هو ده بيقول لك اصنع وقتا أكثر من المتاح، وبيقول لك يعني أن يكون يومك أكثر من 24 ساعة. يعني إزاي تخلي يومك أكثر من 24 ساعة، ولكن مش بالمعنى اللفظ ده، ولكن إزاي ترتب أوقاتك وتعمل إدارة وقت ليومك ويكون شكلك بشكل منظم يعني. ده بالنسبة فكر أنا للملخص الكتاب، ولكن الكتاب لسه ما قرأتهوش يعني، فإن شاء الله حابين يعني نقراه. والكتاب زي ما انتم شايفين كده يعني حاجة بسم الله ما شاء الله كويسة برضه. ويا ريت يعني تقروا في كتب زي كده تظبط دنيتكم. تاني كتاب برضو عن إدارة الوقت وكده، كان كتاب بيتكلم فيه على فن التركيز والإنجاز، فاست فوكس. فنفتحه كده برضو ونشوفوه، نعملوه انبوكسنج برضو ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي فيه. ده بالنسبة للأوردر يعني اللي أنا بتكلم عليه ده كلته بالنسبة للأوردر. هنا هو بيتكلم لماذا نفقد تركيزنا وكده، فيعني دي اقتباسات من كتب. تعريف الانتباه والتركيز، بيعرفك الانتباه والتركيز. وضع اللبنة الأولى، يعني هو بيتكلم شكله على حاجات حلوة برضه. كتاب يعني صغير انت فاهمني، هو 150 مش مكمل 150 كمان صفحة.
143 صفحة من الجلدة للجلدة حتى بالفهرس وكل حاجة يعني. فهو ده الكتاب بيتكلم على فن التركيز والإنجاز، ازاي تبقى مركز في الحاجة أو تعمل فوكس للحاجة اللي أنت بتعملها وتنجزها برضو، يعني بيتكلم على حاجات حلوة. ولكن بقى الحاجة اللي أنا خزوقت فيها في الأوردر ده، يعني دول من ضمن الحاجات اللي أنا يعني كانوا جايبينها مع الأوردر، وكانوا عمالين يقولوا هدايا وبتاع، وكانوا حاطين دول مع الأوردر عشان دول وأنت بتقرا في الكتب بتحط دي زي نظام علامة في الاوردر. ان هم كانوا بيتكلموا على الهدايا، هيجيبوا لك 2 او كتابين هديه مع الاوردر بتاعك، ولكن انا بحسب كتب زي كده، انت فاهم، كتب تطوير ذات او كتب تنميه بشريه او الشغل ده. لقيتهم باعتين لي دول، انا مش فاهم دول هيفيدوني بايه يعني، مش فاهم. المفروض انت هتبعت لي كتابين هديه او بتقول لي، يقول لي كتاب هديه وتبعت لي كتاب زي ده، ما تخزوجنيش وتبعت لي دول. يعني دول اديهم لابن اختي، مش فاهم انا اعمل بدول ايه يعني، نفسي افهم هعمل بدول ايه. بس هو بالنسبه الاوردر كويس والله، وكتب حلوه وكويسه وكل حاجه، ولكن الكتاب اللي كان يعني حاسه انه مش كويس اللي هو كتاب المجريات ابراهيم السكران. فده من ضمن الكتب اللي انا حسيت ان فيها حاجه وحشه، والكان اللي انا حسيته في الاوردر الكتب دي جايبين لي شويه حاجات بتاع اطفال، وبيقول لي ده الكتابين الهديه اللي كانوا عاطينهم لي، فمش عارف ايه لازمتهم يعني. تاجل الحاجات دي احنا كنا بناخدها في الابتدائي اصلا، حوار الحوت ده، قصه الحوت والحاجات دي. فيعني كان اوردر حلو يعني. فان شاء الله لو حابين يعني نتكلم عن او نلخص كتاب من الكتب دي ولا حاجه، يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات ونشارك معاكم يعني قراءه الكتب دي، ونحاول على قد ما نقدر نفيد بعض يعني. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله في بودكاست هنتكلموا عليه، بس ان شاء الله لسه بحضر له وكده، فحاولوا تشجعونا على قد ما تقدروا ان نبداوا في السلسله دي برضو. سلام.